اليومين اللي فاتوا حصل مشكلة مع شخص اسمه عمرو عمارة. وارد المشكلة دي تحصل مع أي شخص فينا. في الفيديو ده هقولك ازاي تحلها وازاي تجيب البرنامج ده، ولو اكتشفت أي خطوط تروح برضو لأقرب فرع تلغي الخطوط ده ببرنامج واحد. يا ريت تتابع معايا الشرح للنهاية عشان ما توقعش في نفس الغلط اللي وقع فيه أخونا عمرو عمارة، وبإذن الله ربنا يفك كربه في أسرع وقت. ويلا بينا نتابع الشرح مع بعضنا، يلا بينا. اول حاجه يا جماعه بتجيلي على متجر بلاي، تمام. بتجي على برنامج اسمه NTRA، تمام، اللي هو ظاهر قدامكم ده. بتدوس عليه تثبيت، تمام. اول ما هيتثبت هنرجع تاني مع بعضينا وهقول لكم ازاي تعملوا تسجيل دخول وازاي تدخلوا وازاي تشوفوا حاجاتكم من الرقم القومي فقط. كده يا جماعه فتح معانا، بندوس على كلمه فتح، تمام. بتدوس عليها بيظهر معانا الواجهه اللي هتظهر قدامنا دي دلوقتي. بعد كده يا جماعه بعد ما بتديله كل حاجه بيدخل معاك الواجهه اللي زي دي. بعد كده بتجي على كلمه الخدمات، تمام. بعد كده بتجي على كلمه خدماتي، بعد كده ارقامي، تمام. بعد كده استعلام. طبعا هنا بتكتب رقم القومي بتاع البطاقه. اول ما بتكتب الرقم مثلا بتدوس تاكيد بيجي لك على طول الارقام اللي ظاهره قدامك، سواء كانت ارقامك او غير ارقامك. اول حاجه لازم تشوف رقم، هل الرقم ده تبعك في البيت، تبعك انت، تبع اخوك مثلا، تبع اي حد من عيلتك، تمام. مش تبع اي حد وحسيته مختلف الرقم، مش تبع اي حد من البيت، روح لاقرب فرع في تبع الاتصالات او اي شركه، تروح تقول لهم عايز الغي الخط ده، ولازم الخط تاخده معاك او تكسره او تقول له الغيه خالص. وكده باذن الله تكون امنت نفسك بكل الطرق، وباذن الله مش هتواجهك اي مشاكل زي دي. ويا ريت تعمل استعلام كل 15 يوم او كل شهر على حسب ما انت عايز تعمل. وباذن الله ربنا معنا كلنا، وان شاء الله يفك كرب اخونا عمرو عمارة. وباذن الله مع السلامة، سلام.